المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. أعرب وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد عن انخراطها في مبادرة العاهل المغربي الدولية لضمان وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال البنى التحتية المغربية في الصحراء، وفي مقدمتها ميناء الداخل الجديد. واعتبرت البوليزاريو أن الأمر ينطوي على استفزاز لها وللجزائر، ملوحة بورقة الحرب في وجه الدول المعنية. وقالت تمثيلية جبهة البوليزاريو لدى الجزائر أن هذه المبادرة ما هي إلا محاولة استفزاز جديدة، ومحاولة لإغراء دول الساحل بمبادرات وهمية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، موردة أن منطقة الأطلسي منطقة تشهد حربا، وأنه لا يمكن استغلالها إلا بانفصال المنطقة عن المغرب. وشددت خارجية الدول المشار إليها أعلى في بيان على أهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل. ورحبوا في هذا الإطار بالمقاربة الشاملة والتشاركية من أجل بلورة هذه المبادرة، مؤكدين على طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة تعكس قيم التعاون جنوب جنوب والتنمية المشتركة. المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا.